اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. كنشكركم بزاف البنات على التتبع ديالكم وعلى الحب ديالكم والتفاعل ديالكم في الفيديوهات السابقه، وصراحه مازال محتاجه لدعمكم. ما تبخلوش عليا بلي جيم وبلي كومونتير زوينين اللي كيشجعوني. كيف كتشوفوا البنات بديت لكم بهذا الروينه هذه ديال نهار السبت في الليل. كانت عندي واحد الكوموند ديال المعلكه، وصراحه واخا بقيت سهرانه كنت معوله نكملها حتى لشي الوحده الليل. بالحق ما قدرتش، بقات لي واحد العجنه قلت سرخاها الله حتى لحد في الصباح ان شاء الله ونكملها. صافي كنت جمعت هاد الروينه كامله ديال هاد الحلوه وغسلت المعينات، ومادام جابده اللحم باش غادي ندير به الكبسه نهار الحد، قلت غادي نشرملها في الليل باش هكا تطلق فيها هذيك العطريه مزيان. بالنسبه للعطريه ديال الكبسه باللحم غادي ندير فيها سكينجبير، شويه البزار، الخرقوم البلدي، شويه القرفه، بزاف ديال القزبر اليابس، وواحد المعلقه ديال العطريه ديال الكبسه، وشويه الملحه وضويمه ديال الزعفران. بالنسبه لهاد الاعشاب درت العواد ديال القرفه، شويه ديال الباديان، 2 باديانات، القرنفل، شويه ديال الحبات ديال الهيل، وورقه سيدنا موسى. بالنسبه للحامض، هي هاد الكبسه كتبغي الحامض داك الكارم، انا ما عنديش. درت هاد الحامض هذا اللي مصير، بالحق هذاك اللي معسل انا عندي، هذا ديال مراكش معسل مزيان يعني ولا كحل. صراحه كيجي زوين وكيجي لذيذ في هذه الكبسه هذه. صافي كيف كتشوفوا الحيمات بعد ما غسلتهم. بالنسبه للحم البنات هذا راه ديال الغنمي، حنا ما كناكلوش نهائيا الغنمي فقط في هذه الكبسه. يعني انا داكشي كامل اللي عندي في الفريغو مقسماه على حساب الكبسه، وهكا الا جا عندي شي حد ندير ليه اللحم بالبرقوق، واخا انا ما كناكلوش صراحه. ما بقيناش لا انا لا وليداتي كناكلوا اللحم، بالاخص الغنمي ما عرفناش مناش المشكل. والله البنات هنا شوفوا كيف كتشوفوا حيت شويه الملحه بانت ليا كثرت، وانا ديجا دايره هذاك الحامض المصير مالح بزاف، هذاك المعسل راه ماشي غير مالح، راه فات الملوحيه ليه. صافي كيف كتشوفوا غادي نزيد هاد العشوب هادو، القرفه، ورق سيدنا موسى، داك الباديان، غير 2 ديال الباديانات، وهذاك الحبات ديال الهيل. واحد الريحه كيطلقوا يا سلام، ما نعاودش لكم على هذاك الهيل، هو اللي كيعطي هذاك الطعم لهاد الكبسه هذه. صافي شوفوا باش ملحت بهاد شويه من هاد الصوص اولا هاد الماء اللي كيطلق في هذا الحامض، وعاد باش درت طريف ديال الحامض. هذا الحامض البنات راه معسل بواحد الطريقه خطيره، وداير معسل مزيان كيولي كحل. صراحه انا فاش كندير الحامض مصير كيصدق ليا بحال هكا. صافي زدت واحد الكويس ديال الماء فين نشرمل هاد الحيمات. صافي وغادي نغطيهم ونخليهم. صراحه ما درتهمش في الثلاجه، خليتهم غير هكا فوق البوطه حيت فيهم العطريه، خليتهم حتى للغد ليه. وصباح الخير البنات، صباح الحد. ما عرفتش البنات سبحان الله واحد الجو كي داير، كاين واحد الاحتباس الحراري. حليت البالكون هكاك دخلت ليا الصهده والله الله يلطف بينا، ما عندناش قطره ديال الشتا هنا في كازا، الله يرحمنا برحمته. انا بعد ما حليت شويه الشراجم جيت نخدم القران. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش سمارت تي في، يعني عندهم تلفازه ماشي سمارت ماشي ذكيه، تقدروا ديروا غير كلي. انا هنايا عندي سمارت تي في ولكن ما دايرش فيها الويفي، يعني على قبل الوليدات كيبغيو مقابلين ليا غير التلفازه، انا محيده عليهم من الويفي من التلفازه، فقط دايره واحد الكلي ديال اليو اس بي دايره فيها القران كامل 60 حزب، ودايره في اللور ديال التلفازه، وكنخدموا هكا بشكل يومي حيت ضروري كل صباح كنطلق سوره البقره. صافي وكنرتاح من هذيك القضيه ديال الويفي، والدراري غير كيشوفوا اليوتيوب كيجيو يجريو باغيين يتفرجوا يشدوا التليكوموند. انا حيدت الويفي بمره من التلفازه وتهنيت. المهم هنا كيف كتشوفوا كنوجد الفطور غير لراسي، واخا صباح الحد مالفه كنوجد هكا الفطور وندير شي طبيله كتشهي. بالحق هذا الصباح ما كاين حتى شي واحد، راجلي خدام، وليداتي جا بابا خرجهم قال لك غادي يخرجهم يلعبوا في نفس الوقت يفطروا. صافي بقيت بوحدي، درت ليا واحد البريريت ديال اتاي، واحد المسيمنه دهنتها بالعسل، واحد البتي بانه دهنتها هكا بالشوكولا. بالنسبه لداك الشوكولا ميلكا اول مره غادي نجربو، خديته من مرجان، حتى هو تقريبا نفس الثمن ديال نوتيلا، وحتى هو زوين، يعني ماشي بحال نوتيلا في داك المذاق، ولكن كوميم حتى هو زوين. صافي جلست نعقل على فطوري. سبحان الله العظيم البنات فاش كيكونوش الدراري، واحد الاحساس، واحد الفطور كيفاش كيدوز مرتاح
ما كتبقايش زكانته هدا انت وكلي هذا عندك هذه فرتت صافي عرفتي كتاكلي وانت كتعقلي على دغماتك. ايوا بعد ما فطرت ناضت كملت البنات الحلوه، ما بغيتش نشارك معكم ديك الروينه اللي كانت عندي في الكوزينه ديال الحلوه، غير كملتها جيت نشرم اللحيمات بعد ما تعطروا مزيان بديك العطريه. هنايا حكيت واحد الخمسه او 6 ديال الدروس ديال الثومه، وزدت واحد البصله معين شلطتها هكا رقيقه صافي، ودرتها مع هذيك اللحيمات قليتهم شويه صافي. البنات بعد ما قليتهم زدت واحد المطيشه كبيره اللي حكيتها صافي حتى هي قليتها شويه، كنسد كل مره نسد الكوكوط وتقلى شويه ونعاود ثاني نحل صافي. بعد ما تقلات لي هذيك البصله ومطيشه دابو، هنا زدت شويه ديال زيت البلديه. والله الا الله يطف بينا البنات، قال لك الزيت البلديه هذا العام غادي تولي ب 100 درهم الايطرو، غتبقى البنات تولي بحال زيت ارغان صافي. هنايا كيف كتشوفوا بعد ما رويت درت 2 زلايف ديال الماء صافي، وسديت على هذيك الكوكوط باش الحيمات يطيبوا. وهنا بعد ما طاب هذاك اللحم صافي حليت عليه الكوكوط. كيف كتشوفوا الحيمات تسلخوا، غادي نحيدهم من الكوكوط وغادي نديرهم في واحد الكاسرونه، وغادي نخلي غير هذاك الروا وهذوك العشوب اللي يعني داك الباديان والقرنفل وداك الشيء كلشي خليته في الكوكوط، يعني ما حيدتوش صافي. هنا درت واحد المعلقه ديال مركز الطماطم او مطيشه الحك، خففتها هكا بشويه الماء صافي، ورويت الكوكوط يعني زدت الماء الكافي باش هكا يطيب فيه كنت نقول لكم العدس الرز بسماتي. بالنسبه للرز راني غير شللته صافي وخويته هكا في الكوكوط وكثرت عليه الماء، يعني الماء كان غالب على هذاك الرز صافي. سديت عليه غير شويه حيت الرز بسمتي ما كيحتاجش يطيب بزاف، سديت عليه تقريبا واحد 5 دقائق حيت الكوكوط عندي مجهده صافي. وكان طاب البنات كان على هذا الشكل. عرفتوا ما نعاودش لكم كيف جات هذه الكبسه. هذه الكبسه البنات راه ماشي 100% كبسه بحال ديال الخليج، بالحق كبسه بلمسه مغربيه، يعني فيها العطريه ديالتنا. حنا ضروري ما نديروا العطريه ديالنا، ما يمكنش ما نزيدوش العطريه ديالنا في شي اكله كيف ما كان نوعها صافي. هنا كانوا البنات جاو الوليدات. خساره البنات ما كانش عندي الحامض بزاف، كنت بغيت ندير معكم واحد الصوص بالحامض ودانون مسوس، بحق كانت عندي هذيك الحامضه هي اللي خليتها باش هكا نعصرها، حيت مني كتعصروا الحامض في هذا الرز مع هذوك الحيمات كيعطي واحد المذاق ما نعاودش لكم البنات، جد رائع. جربوا هذه الكبسه وغادي تردوا عليا. ايوا بالصحه غداكم ولا فطوركم ولا عشاكم الوقت اللي شفتوا فيه هذا الفيديو، بالصحه الوجبه ديالكم. وهنا بعد ما تغديت وغسلت الماعن وجمعت الروينه، المهم خويت الارض كامله حيت بغيت نضربها بواحد السيقه للدار كلها معلكه بهذاك السكر كلاصي. هنا جيت حطيت الحلوه، هنا صايبت 5 كيلو ديال المعلكه للسيده، عندها واحد العرس ديال خوها الله يكمل عليه بالخير. هنايا درت 4 كيلو في السطل وما كفانيش السطل، بقى لي واحد الكيلو شيط، قلت لها تجيب سوبيره باش ندير لها فيها هذا الكيلو. هي السيده جابت لي صاحبتي جابت لي هي المقادير باش نوجد هذه المعلكه، وجابت لي واحد الكوك اللي كتشوفوا في الميكا. يا اختي راه العطاره ما الله يسمح لهم وصافي، ولاو كيديروا شي غش بزاف. الكوك باعوا ليها بالثمن ديال هذاك الكوك المزيان، هو كيبان لك 100 درهم ولكن هما وض الحرام، يعني غنقول عليه وض الحرام. داير الكوك هذاك اللي مطحون هذاك الكارم وشادو داير فيه الزيت. انا من يلاه بديت درت غير رابعه باش خدمت بها، تعلكت لي هذيك المعلكه، جات واحد الحجره ضرب بها صاحبك يتبوقل والله عرفتو ما نكذبش لكم تعصبت صافي. هي فاش مشيت خرجت شريت الكوك هذاك المزيان اللي انا كيخدم ليا مزيان، وهاد العطاره اللي كيديروا هاد الفعيل الله ياخذ فيهم الحق وصافي في هاد النهار صافي. هنا بعد ما شكيت عليكم همي صافي جيت هنا نضربها بواحد الحكه للدار. كيف شفتوا عرفتي الدار كلها ملي كنكون كنوجد هكا في الحلوه، انا حتى كنوجد غير المعلكه، راكم عارفيني ما كنصايبش شي حلوه اخرى من غيرها. كتولي لي الدنيا كلها بالسكر كلاصي، وبالاخص الدراري ملي كيبقاو يطيروا ويلعبوا في الدار عرفتي الدنيا كلها معلكه صافي. قلت هكا غنسيخ حيت اصلا ما كنتش مفرشه هاد السيجور، ما كنتش مفرشه هذيك الزربيه صافي. ضربتها نيت حكه بورا هاد الكنابيات. كيف شفتوا الارض عندي بزربه، غير واحد الحكه خفيفه بهذاك جافيل كندير داك مسيو بروبر، فيه جافيل وفيه هو ليكيد، فيه نيت هذاك كيرغوي يعني جافيل وفي نفس الوقت كيرغوي صافي. حكيت به كبيت شويه الماء صافي. وهاد الجفافه هذه اللي دايره فيها سنكروه بعد ما كتحكي الدار وكتكرطيها كيجيك الجفاف ساهل، يعني الجفاف كيبقى نقي ما كيتوسخ ما والو صافي. دايره غير واحد البيني ودايره فيه سنكروه، كنعصر فيه هاد الجفافه هذه
وكنجفف كنشف بها الارض، كتولي الارض كتبري. عرفتوا ما كاينش ما احسن من تخوي الماء وتحكيه والشتاء والكراطه، كتحسي بالدار تسيقت، عكس انك غير هكا ديري جفاف فازق وجفاف ناشف. انا هاد القضيه هادي كتعجبني بزاف، وصراحه كيعجبني مني هكا كيكون فيا داك العكز وداك الخمول. كنتفرج في الفيديوهات ديال العيالات ولا صحاباتي نيت اللي كيديروا هاد الروتينات اللي فيهم الحكان ديال الماء والرغاوي، عرفتي كيحمسوني. وكنقول نوض دابا ندير واحد السطل فيه الرغوه ونكبو في الدار، واخا تكون الدار نقيه. ولكن دابا فعلا كانت ميسخه الدار. صافي داكشي قررت انني نضرب عليها بحكا. هنا دخلت الماء كله للكوزينه حيت عندي حاجاكم القرقاره في الكوزينه. احسن حاجه هي درت هاد القرقاره حيت ما كانش عندي في الاول في الدار كامله ما كانش فيها القرقاره، كان خصني ندي الماء حتى للحمام ولا حتى للطواليت الصغيره. دابا لا، ندير القرقاره كندي ليها الماء كامل دغيا كتنشف ليا الارض. صافي حليت الشريجمات وبما نشفات ليا الارض رجعت هاد كل حاجه لبلاصتها. هاد الزريبيه ديال الكوزينه، بالنسبه لهاد الزربيه كنتمنى يجيبوا بيم وحده بحالها باش نديرها في ديك القنت الاخر. بحق والو ما بقاوش جابوها. كنت خديتها ب 75 درهم، زوينه بزاف. كنصبناها في الماكينه وكل شيء كترجع كتشعل. صافي هنا جمعت الكويزينه ديالي، رجعت كل حاجه لبلاصتها. مشيت حتى للصالون حتى هو اولا السيجور نرجع ليه هاد الزربيه هادي اللي صبنتها كيف شفتوا في الفيديو السابق. راني صبنتها في الماكينه ونشفتها بالزربه، غير هو ما فرشتهاش ديك الساعه، خليتها كانت في الشبكه مع الحوايج، خليتها حتى لدابا ضربتها بحكه للدار عاد باش جيت نرجعها لبلاصتها. واخيرا كملت روينتي باش هكا نخرج الوليدات شويه. صافي كملت الجفاف، رجعت كل حاجه لبلاصه. كيف شفتوا الصالوني اصلا مجموع، ديجا كنت دوزت في عيد ميلاد ديالي، ما قلتوش ليا جوايوز انيفرسير وما قلتوش ليا مبارك عليك دخلتي للثلاثينات. المهم البنات 30 عام عندي دابا، كنتمنى تدعيو معايا تكون سنه طيبه بالنسبه ليا واحسن من السنوات اللي فاتت. الله يحفظكم ويحفظ لكم معز عليكم والله يكبرنا على طاعه الله يا ربي. خليت لكم هذا الفيديو ديال لانيفرسير ديالي دوزتو غير هكا مع وليداتي والزوج ديالي، داروا لي هكا واحد السوربريز وجابوا لي حليوه وصافي دوزتو هكا مع بعضياتنا. الله يخليهم ليا والله يحفظ لكم حبابكم ووليداتكم يا ربي وتشوفوهم كيف بغيتو. وهنا البنات حتى قرب المغرب عاد باش هزيت وليداتي وهبطت بهم هكا للمدينه. المهم مشينا شدينا الطوبيس حيت الوسيله الوحيده اللي حدايا هي الطوبيس. اختي اش داير لينا مالنا ما نركبوش فيه. والله البنات الا دابا غير خارجين كنركبوا في طاكسي حمر غير الا كنا شي حاجه اورجون، اما حنا خارجين نتمشاو شويه علاش ما نركبوش في الطوبيس حنا وليداتنا، ما قصر معنا حتى شي حاجه. المهم البنات كنديهم لواحد الجريده زوينه في المدينه، ماشي جريده، واحد البتي بارك كيمشيو تما كيلعبوا يجريو يغوتوا ينقزوا يتمرمدوا يحيدوا ديك الطاقه والغواز والصداع اللي كيديروا ليا في الدار. كنخرجهم يلعبوا تيشبعوا كيجيو المرمدين، كنوصلهم للدار حالتهم غير كيدوشوا ياكلوا ويناسوا. كانت هذه النهايه ديال لا فيديو، كنتمنى ينال اعجابكم. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، ما تبخلوش عليا بلي جيم وبلي كومونتير زوينين، كنبغيكم بزاف وبسلام عليكم. يخدموا زوينه مع العجينه اللي يكون هذا البابا كل ما